الحياة اختيارات وقرارات بتأثر فينا، ما في شي هو صح أو غلط حتميين، في اللي مناسب معاي أو اللي مو مناسب معاي. شو هو السن المناسب للدخول الطفل الحضانة؟ هذا السؤال بيتكرر كتير وبنسمعه دائما، شو أنسب عمر أدخل ابني في الحضانة؟ هون أنا بعطيك الإجابة، لو كنتي أم تشتغلي أو لو كنتي أم بتراعي أولادها وقاعدة في البيت. لو كنتي أم بتشتغلي فهون أنت ممكن إنك تختاري العمر المناسب للحضانة حسب أنت إمتى حابة ترجعي لشغلك. أما بالنسبة للأم اللي هي موجودة في البيت، فالعمر المناسب لدخول الطفل الحضانة هو عمر السنتين. قبل عمر السنتين لو لاحظت الأم على الطفل تأخر في الكلام، تصرفات مش مناسبة مع السن اللي هو فيه، هون هي تعتبر مؤشرات إنه هي لازم تبدأ تشوف إنه هي تنزله حضانة حتى ما يتعرض هذا الطفل للحرمان البيئي. لأنه حتى وجود الأم مع الطفل في البيت لعمر السنتين مطلوب من الأم تبذل مجهود كتير كبير معه، يلي هي إنه تعيشه الحالة الاجتماعية، إنه هي تخليه يطلع يمارس رياضة، يشوف أطفال من عمره، ما تخليه حاسس إنه هو بعيد عن كل الأشياء هاي. لأنه بعد هذا العمر لو هي ما تعاملت معاه صح حنواجه فكرة الحرمان البيئي. وبالنهاية أنت اللي بتحددي العمر المناسب لطفلك بدون ما تدخلي بمقارنات مع الناس اللي حواليكي، بدون ما تحسي بأي وقت من الأوقات بتأنيب الضمير إنك أنت نزلتيه بوقت غير وقت الناس اللي حواليكي. فاختيارك للسن المناسب بيرجع لظروف حياتك أنت كأم ولظروف عيلتك، وشو ما كنتي حتضلك الأم اللي أنت بتحبي طفلك حاولي إنك تقضي معاه أكبر وقت ممكن. لو نزلتيه حضانة قبل السنتين أو بعد السنتين فوقته معاكي لا يقدر بثمن ولا في أي مكان في الدنيا بيقدر يغني عنه. خليكي معانا في الحلقات الجاية رح تعرفي أكتر وأكتر عنك وعن طفلك وكيف تتعاملي معه.